تعرف إنك ممكن تبعت شكوى تلاقي نفسك متهم، وممكن تبلغ عن جريمة تبقى بطل قومي؟ تيجي تعرف إزاي وده بيحصل إمتى؟ اسمعني للنهاية علشان الكلمة ممكن تحميك أو تضيعك. في فرق قانوني ضخم بين حق الشكوى وحق التبليغ. حق الشكوى حق شخصي، ما ينفعش تشتكي إلا لو كنت متضرر بشكل مباشر من الجريمة. يعني لو حد سبك، شتمك، ضربك، ضايقك، تقدر تشتكي. إنما تشتكي بالنيابة عن غيرك ما ينفعش، القانون بيقول لك ساعتها مالكش صفة. مثلا لو جارك اتخانق مع جاره التاني وانت قررت تروح تعمل شكوى مكانه، النيابة هترد عليك فين صفتك؟ انت مالك؟ انما التبليغ عن جريمة عامة زي جريمة قتل، جريمة سرقة، اتجار بالمخدرات، ده مش محتاج صفة ولا ضرر شخصي. انت شفت جريمة من حقك بل من واجبك تبلغ، ومحدش يقدر يقولك انت مالك او فين صفتك، لانك بتبلغ عن فعل بيضر المجتمع ككل. التبليغ بيحمي المبلغ من المسؤولية، لكن الشكوى لازم تتحرى بدقة وإلا ممكن تتحول لجريمة بلاغ كاذب. البلاغ ممكن ينقذ حياة، إنما الشكوى لو مش في محلها ممكن تدمر حياتك. الفيصل في الموضوع، عندك صفة اشتكي، شايف جريمة عامة بلغ، لكن تخلط بينهم ساعتها النيابة هتفكرك بالقانون. ولو عاوز تفهم أكتر عن الفرق بين الجرائم الشخصية والعامة، اكتب لي في التعليقات وشارك الفيديو ده لأنه ممكن يحمي ناس كتير من الوقوع في الخطأ. وفي النهاية، لو مهتم بالقانون